جاتنا واحدة الأخت داروا لها عدة أسحار والعين والحسد ما نحكوش عليها، راهي مقعدة في شحال؟ راه عندها واحد الشهر ونص هكا، ما تبوجي كرعيها ما تبوجي يديها، مقعده الونجي زعما راكده، ما تقد تنوض، ما تقد قاعد، ما تقد تريح، ما تقد والو، مام هكا زعما بنادم مريح ما تبقاش تريح. الله المستعان. وهذه الجلسه الاولى اللي جينا عندكم. ما نشتري كي جبتها لا يديها ولا رجليها يتحركوا زعما ما شاء الله الله يبارك. بعد الجلسه شت في الصباح هذا الصغير يخرج كي البخور، انا كي الدخان كيما كيخرج. سبحان الله سبحان الله. ودوك اختي يديك تحركيهم؟ يديها يمكن ما يحركوش. ورجليك ما كنتيش تحركيهم؟ حركيهم برك الحمد لله. سبحان الله. بفضل من الله. هذه اول جلسه، وان شاء الله الجلسه الثانيه ما قدرتش نفورسيها باه خاطر قال لك عندها شهر ونص وهي مقعده، يعني لازم لها بالعقل باه تبدا تاخذ ما نفورسيوهاش. المره الجايه باذن الله تشوفوها تمشي باذن الله الجلسه الثانيه مع وصف مجموعه المباركه باذن الله. بارك الله فيك شيخ. نعطيه دواء حتى البيت عندكم وصل. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك والله يفتح عليك ويجعل ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا ربي واياك. جزاكم الله خير. مع تحيه الشيخ الراقي ابو تقي الله الجزائري.